دي ليندا، أشطر موظفة في المكتب ده كله في الشركة دي. مديرها اسمه دونوفان، ومنبهر جدا بالتقرير بتاعها وبيشكر في مهاراتها، بس في نفس الوقت مش بيرضى يخليها تحضر اجتماع مجلس الإدارة، وبيوعدها إنه هيعرف الكل إن ده شغلها وتعبها هي. لكن أول ما الاجتماع بيبدأ، دونوفان بيشيل اسمها من على التقرير وبياخد هو كل الفضل لنفسه. ليندا بتحاول تفضفض وتحكي إحباطها لزميلة معاها في الشغل، بس بتبان إنها مرتبكة وغريبة الأطوار. وفي البيت ليندا ما عندهاش لا صحاب ولا عيلة، هي لوحدها في كل صورها ورحلاتها، وصاحبها الوحيد هو البغبغان بتاعها. ورغم كل ده ليندا لسه دايما إيجابية وشايفة إنها بشوية تعب هتوصل للنجاح في يوم من الأيام. حتى صاحب الشركة نفسه قال إنها هي اللي عليها الدور تبقى نائب الرئيس. وبعد العشاء ليندا بتحب تتفرج على برنامج الناجي أو سيرفايفر، وكتبها وصور رحلاتها بتبين اهتمامها الشديد بموضوع النجاة. وتاني يوم برادلي بيمسك مكان والده المتوفي كرئيس للشركة، وليندا بتخبي غداها بسرعة وبتجري عشان تعرف نفسها ليه، بس للأسف لسه في مايونيز على وشها، فبرادلي بيقرف جدا منها وبتحاول تهزر معاه، وده بيخلي برادلي يحس بارتباك أكتر، فبيمشي ويسيبها ويروح لمكتبه. وبعد كده برادلي بياخد باله إن في مايونيز جه على إيده وبيشتكي من قرف ليندا. والمدير التنفيذي فرانكلين بيعرفوا إن ليندا كانت موعودة بمنصب نائب الرئيس، بس برادلي بيقوله إنه هيدي الترقية دي لدونوفان. وفرانكلين بيشرح له إن الشركة قايمة على ليندا، وحتى والد برادلي كان رامي كل الشغل عليها، وبرادلي مش فارق معاه الكلام ده وعايز ينقلها مكتب تاني عشان يداريها عن العيون. وبعدها فرانكلين بيقول بيأس إن عندهم اجتماع مهم جدا في بانكوك، ودونوفان مش هيعرف يسد لوحده، وكمان محدش هيعرف يحل المشكلة اللي هناك دي. فبرادلي بيوافق ياخد ليندا الرحلة بس عشان تساعد دونوفان، ومش هيسمح لها إنها تحضر أي اجتماعات. وبعد كده ليندا بتلاحظ إن برادلي ودونوفان بيهزروا ويضحكوا مع بعض، وزميلة بتقول لها إنهم كانوا صحاب في الأخوية في الجامعة، وإن دونوفان خلاص اترقى وبقى نائب الرئيس. وليندا بتتحمق وبتروح لبرادلي في مكتبه تسأله ليه ما أخدتش هي الترقية، وبتقوله إن دونوفان ما كملش 6 شهور وهي بقالها 7 سنين. وبرادلي بيشرح لها إنها شاطرة في الأرقام بس فاشلة مع الناس، وهو محتاج حد عنده كاريزما ويقدر يسحر الموجودين عشان يخلص الصفقات. وكمان بيحرجها ويقول لها إن في حاجة محشورة في أسنانها وكحل سايح، وبيقول لها تروح رحلة بانكوك وتحل مشكلة الشركة اللي هم عايزين يشتغلوا معاها عشان تثبت إنه غلطان. وليندا بتحاول تعترض بس برادلي بيطنشها وبيروح يلعب جولف. في اللحظة دي خطيبة برادلي بتوصل، وليندا بتلاحظ خاتمها الغالي جدا. وهي ماشية برادلي بيقول لها إن الناس بتشتكي من ريحة غداها على المكتب، فلازم تاكل في أوضة الاستراحة. طبعا دي كدبة، هو الوحيد اللي متضايق من ليندا. وليندا بتمشي وسط المكتب وهي حابسة دموعها وبتروح لعربيتها تعيط وتحاول تقنع نفسها إن هي كويسة ومفيش حاجة. في يوم الرحلة ليندا بتوصل للمطار وهي كلها طاقة وبتقول إنها حلت المشكلة، بس برادلي مش مديها أي اهتمام. وطول الرحلة ليندا ما بتفصلش شغل، والرجالة شغالين هزار. ودونوفان بيفرجوا على فيديو تجربة أداء ليندا لبرنامج سيرفايفر، والكل بيقعد يضحك عليها. وليندا بتنهار من كتر الزعل وبتقرر إنها مش هتبعت التقرير اللي فيه الحل. وفجأة الطيارة بتبدأ تتهز جامد، والمضيفة بتقول للكل يقعد ويربط الحزام. وبرادلي وليندا بيربطوا فورا، بس برادلي بيقعد يهزر ويقول إن الضعفة بس هما اللي بيربطوا الحزام، فالباقي بيقعد يضحك بدل ما يقعدوا. ولما الطيارة بتتهز تاني، دونوفان و2 موظفين بيطيروا في الكابينة وبيخبطوا في السقف. في اللحظة دي الطيارة بتولع وبتبدأ تقع، والسور بيتكسر والضغط جوه بيقل، وفي موظف بيتشد لبره الطيارة. ودونوفان بيمسك في رجل ليندا فبتمدله ايدها علشان تساعده، بس الغريب إنه بيطلب منها إنه هو يقعد في مكانها. وفي نفس الوقت الموظف التاني بيحاول يمسك في برادلي، بس برادلي بيروح زقه بكل قسوة. والموظف بيمسك في رجل دونوفان، ونضارة ليندا بتطير وبتخبط في وش الموظف، ودونوفان بيفضل يزعق له علشان يسيب رجله. فالموظف بيروح عاضد رجله، ودونوفان بيرد عليه بضربة. وبعدها دونوفان بيمسك ليندا من رقبتها وبيطلب منها الكرسي بتاعها تاني، فبتروح ماسكة شوكة وتغرزها في إيده، والاتنين بيتشدوا لبره الطيارة، وكرافتة دونوفان بتتحشر في خرم، فجسمه بيفضل يتمرجح ويخبط في الإزاز. ولما بيطلب مساعدة ليندا بتروح قافلة عليه الشباك. بعد ما الموتور التاني بيفصل، الطيارة بتنزل في البحر والمية بتغرق الكابينة، وليندا بتكتم نفسها وبتحاول تفك الحزام بصعوبة. ولما بتتحرر بتشوف جثة المضيفة وبتتخض وبتصرخ وتسبح لحد ما تطلع لسطح المية وتلاقي نفسها في نص المجهول، والطيارة بتختفي تحت المية.
وتاني يوم الصبح ليندا بتصحى بتلاقي نفسها على جزيرة وبتتمشى شوية، بتكتشف إن برادلي هو كمان موجود هناك وهو مغمى عليه وعنده جرح كبير في رجله. وليندا بتستخدم حجر علشان تعمل منه نصل حاد، وبتقطع نباتات وبتبني عشة، وكمان بتلحم فروع شجر وتجمع مية مطر في قشر جوز هند. وبالليل الدنيا بتمطر بس ليندا في أمان جوه العشة وبتهتم ببرادلي. وتاني يوم ليندا بتشرب مية وبتشرب برادلي لما بيصحى، وهو بينهار لما بيعرف إن محدش نجا غيرهم، وبيشكر ليندا على مساعدتها. وبعدها ليندا بتعمل نار وبتصطاد سمكة وتشويها، ولما بتعرض على برادلي إنه ياكل بيرفض علشان مش طايق الريحة، فليندا بتأكله بالعافية. والصبح ليندا بتبقى فرحانة جدا عشان لقت قوقعة، بس برادلي بيبقى متضايق وبيسألها ليه ما عملتش إشارة استغاثة أو دورت على جهاز GPS. وليندا بتقول إن أولويتها كانت إنهم يعيشوا، بس هو كان شايف إن الأولوية هي الإنقاذ. وبرادلي بيحاول يقف فبيحس بوجع رهيب، وليندا بتحاول تساعده بس هو مش عايزها تلمسه، وهي بتتريق على إيده الناعمة. فبرادلي بيتعصب وبيفكرها إنها مجرد موظفة عنده، وليندا بتتقفل منه وبتاخد حاجتها وتمشي. وبرادلي بيحاول يبان إنه تمام، بس مع الوقت بيعطش ويجوع ويحس إنه ضايع من غيرها. وبالليل الهوا بيطير العشة بتاعته، وتاني يوم الشمس بتبدأ تحرق جلده وبيغمى عليه. وليندا بتجيله ومعاها مية وبتقوله إنه مش في المكتب خلاص، فبيوافق بعدها برادلي إنه ياكل. وليندا بتقول إنها شافت أثر لخنزير بري، فبتعمل رمح علشان تصطاده. وبرادلي بيتريق ويقول إن ليندا بتاعت الحسابات هتصطاد خنزير، فبترد عليه بحدة وتقوله إنها من قسم الاستراتيجية، وبتقوله إنه كذاب وإنه ما شافش الشغل بتاعها أصلاً. وفي الغابة ليندا بتتبع الأثر، وفجأة الخنزير بيظهر من وراها ويوقعها، ولحسن الحظ بتحاشر ورا شجرة فبيديلها فرصة تهرب. والخنزير بيفضل يدور لحد ما يلاقي جاكيتتها، وليندا بتنط عليه وتغرز الرمح في رقبته، بس الرمح بيتكسر والخنزير بيهجم، وليندا بتستخدم النص التاني من الرمح وتطعنه، بس لسه عايش وبيطرطش دم ومخاط على وشها. وليندا بتسحب النص الأول من رقبته وتفضل تطعنه في عينه لحد ما يموت، وبتروح ترمي راس الخنزير قدام برادلي وبتقوله ببرود إنها اكتشفت إنها بتحب الصيد. وبالليل بياكلوا سوا وبيكونوا مستمتعين. وبعد كام يوم ليندا بتكتشف شلال وبتاخد دش، وفجأة بتشوف مركب قريبة جدا، فبتجري علشان تطلب مساعدة، بس بتوقف نفسها في آخر لحظة لما بتحس إنها مبسوطة ومسيطرة هنا. وبترجع المعسكر ومعاها شنطة عملتها من ورق الشجر. وبرادلي بيبقى محبط علشان بقالهم أسبوعين، ولما ليندا بتطلب منه يتفائل بيصرخ فيها ويقول لازم يبنوا مركب. وليندا شايفة إنها فكرة فاشلة وبيقعدوا يتخانقوا. وبرادلي بيحاول يمشي بس رجله بتوجعه وبيقول لها إنها فاكرة نفسها حاجة كبيرة، بس هو لسه رئيس الشركة. فليندا بتضحك وتقوله إن والده هو اللي عمل كل ده وإن هو مجرد ابن محظوظ. وبرادلي بيطردها وهي بتضحك أكتر. وبرادلي بعد كده بيمشي وبيحاول يعمل معسكره الخاص، بس كل حاجة بيعملها بتفشل. وفي نفس الوقت ليندا عملت عشة قوية وبرنيطة وكمان مرجيحة، ده غير إن عندها أكل، وكمان استخدمت فروع شجر عشان تكتب كلمة هيلب على الرملة. وبرادلي بيبقى جعان جدا لدرجة إنه بيحاول ياكل حشرة بس بيقرف منها. وفي النهاية برادلي بيروح لليندا اللي عاملة سفرة سوشي محترمة وبيحاول يبقى لطيف معاها، بس هي بتحرجه وتقوله في حاجة في سنانك. وبرادلي بيبدأ يتأسف على طريقته ويقول إنه استهان بيها وبقدراتها، وهي بتفضل تاكل وتشرب علشان تغيظه، فبيضطر يركع ويطلب السماح. وبيفضل يترجاها ويعرض عليها أوقات ممتعة، فبتقوله يسكت وبتقوله إنه خلاص هي قررت ترجعه معاها. وعلى العصر بياخدوا تمشية علشان رجله تتحسن، وبيوصلوا للجبل وبيمشوا في طريق ضيق وخطير، وبتفرجوا إنه مفيش غير مية. وبتقوله إزاي اختبر التوت السام على جلده، وبتقوله كمان إن في منطقة فيها شوك وسم وممنوع يروحوها أبداً لو عايزين يعيشوا. وهما راجعين برادلي بياخد استراحة، وفجأة الأرض بتقع من تحت رجل ليندا وبتمسك في فروع بالعافية، وبرادلي بينقذها وبيقعوا فوق بعض وبيضحكوا من الفرحة. ووقت العشاء وليندا بتقول إنها عملت كحول من فاكهة متخمرة. وبالليل وهما سكرانين ليندا بتحكي إنها كانت متجوزة لمدة 10 سنين قبل ما جوزها يموت، بس هي مش زعلانة علشان كان زوج قاسي وما بيحبش حد. وبرادلي بيقول إنه فاهم ده علشان ما يعرفش والده اللي كان دايما شغال، وأمه كانت صعبة معاه. وليندا بتعترف إن جوزها كان بيشرب وبيسيء معاملتها، وفي ليلة اتخانقوا جامد وأخد منها مفاتيح العربية ومات في حادثة.
وبتقول إنها ما قتلتهوش، بس هي اللي سابته يمشي بالمفاتيح، وبتقول إنهم مش لازم يسيبوا الجزيرة. وتاني يوم ليندا صاحية مصدعة من الشرب، بتشوف برادلي بيستحمى في البحر وبتحس إنه جذاب. وعلى العصر كده بتحصل عاصفة قوية، وليندا بتزق برادلي علشان تنقذه من شجرة هتقع عليه، وبيهربوا الكهف، وبرادلي بيحضن ليندا علشان يدفوا بعض. والصبح ليندا بتصحى تلاقيه مش موجود، وبتلاقي إن المعسكر بتاعهم اتدمر، وهي بتعتذر له، وبرادلي بيقول إنهم هيبنوا واحد جديد سوا. وبعد فترة عملوا معسكر جديد فعلا، وبرادلي شكرها على كل اللي عملته له. وبالليل فاجئها بعشاء رومانسي، وفجأة ليندا داخت واكتشفت إنه حاطط توت سام في أكلها. وبرادلي بيجري ويطلع مركب كان بيبنيه في السر من وراها، وبيمشي في المية وهو فرحان، بس الموج بيكسر المركب وبيغرق. وليندا بتنقذه رغم تعبها، وبترجع تتقيأ عليه وهي بتعمله إنعاش. وتاني يوم بتأكله، بتقوله إنه ما بقاش المسيطر هنا، وبتقوله إنها أكلته أخطبوط بيفرز سم بيشل الأعصاب. وبرادلي فعلا بيتشل تماما، بس بيبقى واعي وشايف كل حاجة. وليندا بتسخن السكينة وبتقلعه هدومه وبتهدده بالسكينة، وبرادلي بيفضل يعيط بدموعه، بس في الآخر بتطلع فار ميت وبتقوله إنها كانت بتخوفه بس. وبعد ما خاف برادلي بيكمل شغله وبيطنشها، وليندا بتروح تدور على فاكهة، وفجأة بتشوف خطيبته وصلت بمركب وبتحضنها. وليندا بتقول لها إن برادلي تمام، بس هي من جواها مش عايزة الحكاية دي تخلص. وهي بتوديهم للمعسكر، وبتكتشف إن مفيش غيرهم اللي جم. فليندا بتطلعهم على الجبل، وبتمثل إنها بتربط الشوز بتاعتها، وبتخلي خطيبته تقع من على الحافة، وما بترضاش تساعد القبطان هو كمان. وليندا بترجع للمعسكر وبتقول لبرادلي إنها هتاخد أجازة مرضية، وبالليل بتبدأ تهلوس بسبب صوت خطيبته وصورتها، وبتصحى مفزوعة. والصبح برادلي بيشوف إيد طالعة من الرمل، وبيلاقي خاتم خطيبته وبينهار. ولما ليندا بترجع بيسألها لو هي قتلتها، فبتقول إنها اتزحلقت وهو مش بيصدقها. وبرادلي بقى معاه السكينة، وليندا بتحاول تهرب وبيفضل يطاردها، وهي بتحاول تخنقه برباط الحذاء بتاعها، وبيضربوا بعض وبتعضه في كتفه وهو بيحط صباعه في عينها. وليندا بتضربه بحجر وبتضحك وبتوريه إنها بلعت الخاتم. وبعد كده بتطعنه بالسكينة وبتهرب، وبعد كده بتطعنه بالسكينة وهو بيهرب. وبرادلي بيوصل للناحية التانية من الجزيرة وبيكتشف الصدمة، بيكتشف إنهم في منطقة أمان وفيها فيلا سياحية فخمة، وبيدخل ويشرب مية. وفجأة بيسمع صوت ليندا في نظام الأمن، وبيكتشف إنها كانت عارفة المكان من الأول، وإنها شافت الموظفين بيحطوا إمدادات، وحافظت الرقم السري، وبتعترف ببرود إنها قتلت خطيبته والقبطان. وليندا بتواجهه ومعاها بندقية، وبرادلي بيعيط ويقول لها إنه اتغير وإنه بيحبها، بس هي بتلاحظ إن في قرن ناقص من التمثال، وبرادلي مخبيه ورا ظهره علشان يقتلها. وفعلا بيهجم عليها، والطلقة بتطلع فاضية، وبتروح ضرباه بمضرب جولف لحد ما يموت. وبعد سنة ليندا بقت ست ناجحة ومشهورة جدا، وبتلعب جولف مع المشاهير، والكل فاكر إنها الناجية الوحيدة اللي واجهت الصعاب، وألفت كتاب عن تجربتها وبيتحول لفيلم. ودلوقتي بتكتب كتاب جديد عن إزاي الواحد ينقذ نفسه بنفسه. وبس خلاص، دي النهاية. لو عجبك الفيلم لايك واشترك وفعل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد، وباي باي.